أسوأ كومنت ممكن تشوفه في حياتك جه لبلوجر على كلام عن مرضها وإنها رايحة المستشفى، صدق أو لا تصدق، مع الصحفي أحمد الجدعي. زينب بلوجر معروفة بتقدم محتوى عائلي مع زوجها أحمد حسن، وطبعا عندهم قناة معروفة جدا اسمها أحمد حسن وزينب، وكانوا مختفيين لفترة عشان حاجات كتيرة منهم علاج بنتهم الكبيرة. زينب من كام يوم طلعت وقالت إنها عيانة جدا وراحت للدكتور أو راحت للمستشفى، لتتفاجأ بكومنت أو برسالة جايلها على الانستجرام من ابشع ما يكون. واحده بعت لها الرساله دي وبتقول لها فرحانه باللي جرالك وبدعي ربنا ليل ونهار انك تكوني في كرب وحزن طول العمر من غير ما تكوني عملتي لي اي حاجه. الحقيقه النوعيه دي من الكومنتات انتشرت جدا عند كثير من صناع المحتوى بدون هدف وبدون سبب. الناس كلها عندها زرار اسمه بلوك، لو مش عاجبك صانع محتوى او بيقدم محتوى غير مفيد بالنسبه لك او غير مريح ليك بتديله بلوك من غير ما تكرهه. انما في ناس بتتقن فن التنمر وفن الاساءه وبتحب تمارس هذا الفن على الناس وتوجع قلوب كل صانع محتوى، سواء هو مظلوم او ظالم. الشيوخ يا جدعان اللي بيقدموا محتوى ديني بيجي لهم كومنتات زي الزفت، انت بتتاجر بكلام ربنا، مع انه راجل بيقرا قران يعني، على منصات السوشيال ميديا اللي شملت كل شيء وكل من عنده حاجه بيطلع يقولها. حرام عليكم تكسروا قلوب الناس بكلام هتتحاسبوا عليه يوم القيامه. انا عن نفسي متعاطف جدا مع زينب وحاسس باحساسها لما بتكون بتعمل فيديوهات وفجاه يجي لها رساله بالشكل ده من حد بيكرهها لدرجه انه بيتمنى مرضها وموتها. بدل انت تكون ما بتحبش زينب ولا بتحب احمد حسن، بس زي ما قلت لك بدل ما تجرحهم بكلمه تتحاسب عليها قدام ربنا او تتحاسب عليها واحنا في الدنيا امام القانون، اعمل لهم بلوك وريح نفسك. كل الدعم لزينب.